السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم غادة من قناة منوعات غادة شعراوي. اهلا بكم في حلقة جديدة، الحلقة الثالثة من الدايت. النهاردة هديكوا افكار افطار وغداء وعشاء، وطبعا هعمل لكم حلقات زي دي كتير عشان الواحد اللي بيزهق ومش عارف يفطر ايه. وده فطار يعتبر اقتصادي، يعني مش محتاج تكلفة عالية قوي، تمام، محتاج بس شوية خضار متوافر ونقضيه بأقل إمكانيات بإذن الله. طبعا احنا أول حاجة بناخدها على الريق معلقتين عسل صغير نحل أو معلقة كبيرة على الريق مع كوب ماء، وبعد كده بنصبر نص ساعة وبعد كده نبتدي نفطر. فطارنا كان عبارة عن بيضتين مسلوقة وجزراية وخيار وطماطم، رش على البيض المسلوق كمون، ملح، فلفل اسود خفيف، حبة البركة، كمون، تمام. ممكن تضيفي شطة، وهضيفتي شطة كمان، تضيفي شطة، وممكن تاكلي فلفل حار لان الحاجة الحار بتعلي الحرق، تمام. طيب بالنسبة للطماطم وللجزر هنعمل عليهم ستوب شوية، لان دول من السناكس المسموح عليكي في اليوم او اللي انت تاخديها في اليوم بس بكميات محدودة شوية. الطماطم ليكي حبتين في اليوم بتاخديها في سواء الطبيخ، يعني في الغداء تحطيها في الطبيخ او في الفطار او في العشاء، ليكي طماطميتين. دول استخداماتك كلها للطماطم. وليكي بردك في الجزر 2 دول بالتحديد، وكمان البصل ليكي بس 2 ثمرة بصل او جزر او طماطم. طبعا احنا عارفين ان الجزر شوية بيبقى فيه نسبة سكريات، والطماطم بردك املاح وبتحبس المية تحت الجلد. فطبعا احنا بنحاول على قد ما نقدر ايه نظبط امورنا ان ايه ما نزودش في الحاجة اللي تزود وزننا على الفاضي، يعني زي ما بيقولوا يعني، تمام. فزي ما احنا قلنا لكم اهم حاجة تنتظمي على معلقة العسل على الريق بتعلي الحرق. طب انا ما عنديش عسل، مش متوفر عندي عسل، او الظروف مش سامحة، مثلا عندي عسل نحل او كده، ممكن تاخدي تمر بلح، 3 تمرات، تمام. بس يعني الافضل انك انتي تاخدي عسل نحل. تمر كويس وكل حاجة، بس احنا ايه عايزين عسل نحل ويكون طبعا نوعه نضيف وجودته عالية، تمام. يبقى ده بالنسبة للعسل او التمر، طبعا ده بيعلي الحرق طبعا، وده يعني مفيد. وده اهم حاجة تاخدي بالك ان العسل يكون اصلي يعني مش مغشوش. بس. والبيض بالنسبة للبيض، البيض ما يكونش نزوده قوي في زيادة عن الاسبوع، مثلا 3 ايام او حاجة، يعني يوم ويوم لا، يوم لا، عشان نسبة الكوليسترول ما تبقاش عالية، تمام. نخش بقى على الغدا عندنا جبنة قريش وطماطمايه. طبعا انا خدت في الفطار اليوم ده الطماطم في الفطار واحدة ثمرة، والثمرة التانية او الحباية التانية من الطماطم مع الجبنة القريش في حدود 200 جرام 250 جرام جبنة قريش، وعليها معلقة زيت زيتون، ومعاها خيار، ومعاها فلفل رومي او فلفل حار لو حباه، مع خيار، وممكن تقطعي كمان عليها بقدونس، تمام. ده كان الغدا. طبعا غدا اقتصادي وفطار اقتصادي او حاجات متوفرة في البيت عشان ما يحصلش ازمة وتقولي انا مش عارفة اتصرف اعمل ايه. طيب افرض يا غادة انا جعت والجبنة القريش ما شبعتنيش، ممكن بعدها مثلا بساعتين او حاجة تاخديلك شوربة الكوسة اللي انا عاملاها في اولى حلقات الدايت هنا، تمام. شوربة الكوسة دي مغذية، بتسهل المعدة، في نفس الوقت مشبعة جدا، تمام. ده بالنسبة لو حسيتي بجوع. طيب بين الغدا بقى والعشاء يا غدا، انا حسيت يعني انت مثلا بين الفطار والغدا حسيتي بجوع، برضك كوسة، شرب الكوسة مش حاجة مكلفة. طيب بين الغدا والعشاء يا غدا انا حسيت ان انا جعانة، عندك ثمرة فاكهة، تفاحة، كمثرى، تمام، تقدري تاخديها بين الفطار والعشاء. طيب بالنسبة للفلفل الحار زي ما احنا قلنا بيعلي الحرق، وزي برضك ما قلنا احنا خدنا طماطمايه في الفطار، وخدنا الطماطمايه التانية في الغدا، كده في العشاء مفيش طماطم. والجزر نفس الكلام، خدت جزرة في الفطار وخدت جزرة في الغدا برضك كده، تمام.
وفي معلومه نسيت اقولها لكم بالنسبه للبيض، زي ما قلت لكم عشان بيعلي الكوليسترول وكده. ممكن احنا لو الحمد لله يا ربنا ما عندناش تعب او حاجه، البيض تاخديه مثلا، خدتيه في الفطار، بلاش في العشاء، بلاش في الغداء، يعني تاخديه مره واحده في اليوم. طيب واخده يوم ويوم لا، يوم لا يوم يعني في الاسبوع في حدود 3 ايام، عشان بس نسبه الكوليسترول زي ما قلت لكم ما نضرش، نمشي على نظام صحيح وما نضرش نفسنا. الخيار عندك مفتوح بكميات مفتوحه، الخس مفتوح بكميات مفتوحه، الجرجير مفتوح معاكي بكميات مفتوحه. يبقى انت لازم تركزي على الحاجات دي. الدايت، بصوا انا هقول لكم حاجه، الدايت مش مهم تاكلي ايه، يعني حتى انت لو عايزه تاكلي ممكن تاكلي حاجات، يعني مثلا لو في حاجه فيها دهون، ودي انزلها لكم في حلقات تانية، عامله رز مثلا في دهون، يعني عاملاه بسمنه، رز عادي اللي بنعمله، انت ليكي تاخدي منه 3 معالق، بس طبعا بنظام معين. ليه يعني بوضح، عايزه اوضح لكم كل المعلومات اللي عندي، بس طبعا مش عايزه اطول عليك الفيديو. دلوقتي انت خدتي في الفطار نشويات، والغدا نشويات، والعشاء ده يوم، في يوم هناخد في الفطار بس نشويات، في يوم مش هناخد ولا فطار ولا غدا ولا عشاء نشويات. يعني احنا دي اهم حاجه عندنا، نمشي على النظام، مش ناكل ايه ناكل ايه، دي بتاعت كل ظروف كل بيت. تمام، كل واحد على حسب المتاح عنده. انا فطرت بيض، اتغديت جبنه قريش، العشاء بتاعي هيبقى ايه بقى؟ هيبقى زبادي. شفتوا بقى الدنيا سهله ازاي؟ شفتوا اليوم عدى ازاي؟ طب افرض يا غدا انا ما شبعتش، الغدا ما شبعنيش، عندك شرب الكوسه، طيب ما عنديش، عندك خيار، كلي خيار، كلي خضره، كلي خس. تمام. فلازم نظبط نفسنا على قد ما نقدر، وربنا يعيننا جميعا. بالنسبه بقى للزبادي، الزبادي انت بتجيبيه خالي الدسم اللي هو او اللايت. طب افرض برضك مش متوافر، او انا لا مش بحبه، او عندك بيض، عندك بلدي، عندك الزبادي البلدي. طب انا جبته اهو زي ما انتم شايفين، والقشطه بتاعته انا شلتها كده، الدسم بتاعها خف. ومعاكي ليمونه بتعصريها على كل كوبايه، انا بعصر على كل كوبايه زبادي ليمونه، انت ليكوا كوبايتين اهو زي ما انتم شايفين، عصرت عليه ليمونه. حتى شعر الليمون دوت اللي هو التفل اللي هو بتاع الليمون، انا بعصره كمان في الكوبايه بتاعت الزبادي. وطبعا بشيل وشها عشان الدهون، ما تنسوش الموضوع ده بالله عليكم، بيعلي الحرق جدا. واسألي ناس كتيرة هتقولك ده فعلا بيعلي الحرق. يبقى كده انا درت يومي بين بيض، قريش، زبادي، على ما اظن حتى اليوم كله بروتينات وكالسيوم ومغذي جدا. كل اللي انا طالباه منكم ان احنا ما نيأس، نفسيتنا ما تتعبش. انا واحده من ضمنكم، انا بيأس ونفسيتي بتتعب وبعق على فكره. طيب في من ضمن الاسبوع الدايت اللي احنا بتديناه اول اسبوع معاكم، انا عكيت حاجات بسيطه بس مش قوي، يعني الرز مثلا كان فيه 3 معالق، لا زودت اكتر من 3 معالق. تمام، اكلت معاه بسله، والبسله برضك ممنوعه في الدايت الاسبوع دوت. طيب انا كده حكيت، انا كده لا والله ما حكيتي، انت كده زي الفل. وامشي بس على النظام زي ما انا قلتلك، باذن الله مش هيحصل اي دروب باذن الله. ونستعين بعضينا كده، ولازم نتوكل كده على الله، ونقول يا رب توكلنا عليك، ولا حول ولا قوه الا بالله. نستعين الله في كل حاجه عشان ربنا يكرمنا باذن الله. وزي ما انا قلت لكم، احنا اهم حاجه عندنا في النظام دوت ان احنا ناكل اي حاجه، بس اهم حاجه نظبط يومنا وما نعكش على قد ما نقدر، وربنا المستعان. وان شاء الله اقدر افيدكم وانزل لكم حلقات تاني جديدة، وأشوفكم على خير، وأسيبكم في رعاية الله وحفظه وأمنه. مع السلامة، باي باي.